يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن مهارة أساسية جدا ومفتاح لأي شخص عايز ينجح في حياته المهنية والشخصية، خاصة في بيئات العمل سريعة التغير. إدارة الوقت في العمل، إزاي تنجز المهام بكفاءة تحت الضغط وتحقق أقصى إنتاجية. كلنا بنحس بضغوط الشغل المتزايدة، تعدد المهام وتضييع الوقت في حاجات ملهاش لازمة. بنبقى غرقانين في كمية شغل كتير والمواعيد النهائية بتقرب بسرعة، وبنحس إن اليوم بيعدي من غير ما نعمل أي حاجة مهمة أو نحقق تقدم حقيقي. الحقيقة إن إدارة الوقت مش معناه إنك تعمل حاجات أكتر في وقت أقل وبس، لأ، ده معناه إنك تعمل الحاجات الصح والمهمة في الوقت الصح وبأقصى جودة ممكنة. معظمنا بيقع في فخ المهام المستعجلة اللي ممكن تكون مش ضرورية، وبنهمل المهام المهمة اللي ممكن تكون مش مستعجلة، وده بيخلينا دايما في حالة ضغط وتوتر، وبنحس إننا بنجري في سباق من غير نهاية أو هدف واضح. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية إدارة الوقت كاستراتيجية للنجاح، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا الإنتاجية الفعالة، مثل قوانين باركنسون وباريتو، وهنشاركك استراتيجيات وأدوات عملية جدا ومجربة تقدر تطبقها من النهاردة عشان تتحكم في وقتك بدل ما هو يتحكم فيك، وتنجز المهام بكفاءة حتى تحت الضغوط، وتوصل لأقصى إنتاجية ممكنة مع الحفاظ على جودة عملك وحالتك النفسية. يلا بينا نكتشف فن إدارة الوقت ونطلق العنان لطاقتك الكاملة. ليه إدارة الوقت مهمة جداً لحياتك المهنية والشخصية؟ مفتاح النجاح الهدوء والتوازن. بتحقق أهدافك بكفاءة وفعالية أكتر. لما بتعرف تدير وقتك بتركز على المهام اللي بتخدم أهدافك الكبيرة والاستراتيجية، وده بيخليك توصلها بشكل أسرع وأكتر فعالية وبجودة أعلى. بتقلل الضغط والتوتر والإرهاق بيرن أوت. التنظيم بيخلق شعور بالتحكم والسيطرة على مهامك، وده بيقلل بشكل كبير من الشعور بالضغط، القلق والإرهاق المرتبط بتراكم المهام والمواعيد النهائية الضيقة. بتزود إنتاجيتك وجودة عملك. لما بتعمل المهام في أوقات محددة ومركزة، ده بيخلي جودة شغلك أعلى، لأنك بتمنح كل مهمة حقها من التركيز والوقت، بدلاً من العمل تحت ضغط اللحظة الأخيرة. بتمنحك وقت فراغ أكبر وتوازن حياة أفضل. المفارقة هنا إنك لما بتدير وقتك صح بتوفر وقت أكتر لنفسك، لهواياتك، لعيلتك وللراحة والاستجمام، وده بيحسن جودة حياتك بشكل عام وبيخلق توازن بين العمل والحياة. بتعزز سمعتك المهنية وتقديرك الذاتي. إنجاز المهام في وقتها وبجودة عالية بيبني سمعة مهنية قوية ليك كشخص يمكن الاعتماد عليه، وده بيزود فرص تقدمك الوظيفي وبيرفع تقديرك لذاتك. استراتيجيات وأدوات عملية مجربة لإدارة وقتك بفعالية تحت الضغط. الاستراتيجية الأولى، مصفوفة أيزنهاور ماتريكس، المهم والعاجل. المبدأ الأساسي، ليس كل ما هو عاجل مهم، وليس كل ما هو مهم عاجل. التمييز بينهم هو مفتاح الإنتاجية. قسم مهامك لأربع أنواع لتحديد أولوياتها: مهمة وعاجل، اعمله الآن، أزمات، مواعيد نهائية حرجة، مشكلات تحتاج حل فوري. مهمة وغير عاجل، خطط له، تخطيط استراتيجي، تطوير ذاتي، بناء علاقات، الوقاية من الأزمات. ده أهم جزء عشان تتجنب الوقوع في دايرة المهام العاجلة مستقبلاً. غير مهمة وعاجل، فوضه، ديليجيت، رد على إيميلات ممكن يرد عليها حد تاني، مهام روتينية يمكن توكيلها. غير مهمة وغير عاجل، احذفه أو علله، مضيعات وقت زي التصفح الزائد للسوشيال ميديا، اجتماعات غير ضرورية. الاستراتيجية التانية، قاعدة 20-80 باريتو برينسيبل. المبدأ الأساسي، 80% من نتائجك القايمة بتيجي من 20% فقط من مجهودك. حدد 20% من المهام اللي بتعملها وبتجيب لك 80% من النتائج الإيجابية والتأثير الأكبر على أهدافك. ركز طاقتك ووقتك عليها، دي المهام اللي لازم تمنحها الأولوية القصوى. الاستراتيجية الثالثة، تقنية بومودورو تكنيك للتركيز العميق. المبدأ الأساسي، العمل المركز بفترات قصيرة ومتقاطعة ديب وورك يزيد الإنتاجية ويقلل الإرهاق الذهني. اشتغل لمدة 25 دقيقة بتركيز كامل ومطلق على مهمة واحدة، قفل كل المشتتات تماماً. بعدين خد 5 دقايق استراحة سريعة. كرر ده 4 مرات، وبعدها خد استراحة أطول 15 ل 30 دقيقة.
ده بيخليك مركز لفترات قصيرة وبتتجنب الإرهاق الذهني. الاستراتيجية الرابعة، خطط ليومك من الليلة اللي قبلها. Plan your day the night before. المبدأ الأساسي، التخطيط المسبق يقلل من عبء القرار في الصباح ويوفر الوقت والطاقة الذهنية. قبل ما تنام، اكتب أهم 3 ل 5 مهام لازم تخلصها تاني يوم. رتبها حسب الأولوية. ده بيوفر عليك وقت الصبح في التفكير وبيخليك تبدأ يومك بوضوح وهدف محدد وشعور بالتحكم، وبتكون جاهز للانطلاق فوراً. الاستراتيجية الخامسة، قاوم المشتتات واخلق بيئة عمل مركزة. Combat distractions and create a focus zone. المبدأ الأساسي، التركيز العميق يتطلب بيئة خالية قدر الإمكان من المشتتات الخارجية والداخلية. قفل إشعارات الموبايل، رد على الإيميلات في أوقات محددة، استخدم تطبيقات لحظر المواقع اللي بتضيع وقتك. بيئة العمل الخالية من المشتتات بتزود تركيزك وإنتاجيتك بشكل كبير، وبتخليك تنجز المهام في وقت أقل وبجودة أعلى. الاستراتيجية السادسة، تعلم إنك تقول لأ. The power of saying no. المبدأ الأساسي، حماية وقتك وطاقتك يتطلب وضع حدود واضحة. مش كل طلب لازم توافق عليه. لو في مهمة هتشتتك عن أولوياتك أو هتاخد من وقتك المخصص لحاجات أهم، تعلم تقول لأ بلطف ومهنية أو تقترح بدائل. حماية وقتك هي حماية لأهدافك وإنتاجيتك. الخلاصة، أنت المتحكم في وقتك ومستقبلك ومش العكس. تذكر، إدارة الوقت مش معناها إنك تكون مشغول طول الوقت، معناها إنك تكون فعال، ذكي واستراتيجي في استخدام وقتك وطاقتك. ابدأ بتطبيق استراتيجية واحدة بس من دول كل يوم أو كل أسبوع، وشوف إزاي حياتك هتتغير للأحسن، وهتحس إنك متحكم في يومك أكتر وبتنجز أكتر وبتعيش حياة متوازنة. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه أكتر استراتيجية لإدارة الوقت هتجربها من النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.